أكثر من 1300 طن من الأسلحة تم نقلها نحو 38 رحلة من دولة العدوان، شواهد دعم الميليشيا الخفي بشمال كردفان. تحت سماء شمال كردفان، حيث تروي الأرض حكايات الصمود والوجع، تتكشف فصول جديدة من مأساة السودان الدامية، ليفضحها طود المعدات والعتاد الذي خلفته وراءها ميليشيات الدعم السريع المندحرة عن المدن المحررة. ففي حصيلة أولية أذهلت المراقبين، وثقت القوات المسلحة واللجان العسكرية المتخصصة أكثر من 1300 طن من الأسلحة والذخائر المتطورة، وهو مخزون هائل يتطلب نقله برا وجوا أسراب من طائرات الشحن الثقيلة من طراز اليوشن، ليجسد بوضوح حجم الدعم العسكري واللوجستي والمالي الهائل الذي تقف خلفه دولة الإمارات العربية المتحدة لإطالة أمد الحرب وتأجيج نيرانها. توزعت هذه الترسانة المرعبة على مساحات المدن والقرى المستعادة، إذ سجلت نحو 480 طنا من العتاد العسكري في مدينة بارا وحدها، بينما تجاوزت الكميات المكتشفة في منطقة جبرة الشيخ 850 طنا، فضلا عن ضبط أكثر من 240 عربة قتالية ومدرعة، و8 مخازن ضخمة للأسلحة والذخائر، وآلاف البراميل المحملة بالوقود التي عثر عليها مخبأ بعناية داخل منازل المواطنين العزل، ومخازن الأدوية التي استولت عليها الميليشيا. ولم تكن هذه الأكوام من الحديد والنار سوى أدوات بطش استخدمت لفرض حصار خانق وارتكاب أبشع فصول التنكيل والتهجير القسري، والنهب الممنهج ضد المدنيين العزل في استباحة كاملة لحرمات البيوت والأسواق وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومستودعات للإمداد. تتطابق هذه الأدلة الميدانية الدامغة مع ما وثقته التقارير والتحقيقات الدولية المتعاقبة بشأن خطوط الإمداد الجوية والبرية وشبكات تجنيد ونقل المرتزقة الأجانب التي غزت آلة الحرب المدمرة وأمدتها بأسباب البقاء. وتستمر اللجان العسكرية في أعمال الحصر والتفتيش وسط توقعات بارتفاع هذه الأرقام المفزعة، مع كل شبر يتم تحريره وتطهيره، لتبقى هذه الشواهد الدامقة وثيقة تاريخية حية تنطق بحجم المؤامرة الكبرى التي استهدفت كيان الشعب السوداني وسلامة أراضيه.